ده مش سويس رول، ده نايتي، حاجة كده بتدوب في البق. سويس رول فاخر جدا، والطريقة بسيطة جدا، يعني هنأكل العيلة كلها. هنعمل كده سويس رول عائلي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الكمية؟ هنعمل كمية كبيرة جدا، والواحد هيكلفنا 3 بيضات بس. بجد والله الطريقة سهلة جدا، وكمان من غير بقى ما نقعد نلف وهو سخن ومش عارف ايه، لا يعني الموضوع بسيط جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد طعمه رهيب والله، مش قادرة اقول لكم قد ايه حلو جدا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا هستعمل الصاج الكبير بتاع فرن البوتاجاز علشان اطلع منه 2 سويس رول. لو انت هتعملي نص المقدار وهتطلعي 1 سويس رول بس، استخدمي الصينية اللي هي المستطيلة الصغيرة اللي هي بتطلع لك مقاس واحد. تمام، دي بسم الله ما شاء الله صينية كبيرة جدا، مقاسها 60 في 40. تمام، بصوا اول حاجة بجهز الصينية ان انا بدهنها رشة خفيفة جدا من الزيت، بحيث اثبت عليها ورق الزبدة بالشكل ده. ولازم ان انا اغلف الصينية بتاعتي بورق الزبدة كويس قوي. تمام، بدي كمان رشة خفيفة قوي من الزيت، علشان الزيت ده اللي هيساعدني ان انا اخرج السويس رول بتاعي من ورق الزبدة بسهولة. بعد بقى ما جهزت الصينية بتاعتي، كمان شغلت الفرن عشان يسخن. ودلوقتي بقى يلا نبدأ ونشوف هنحتاج ايه. بصوا اول حاجة انا معايا نص كيلو من دقيق الاسبونج السايب اللي بنجيبه من عند العطار، بيكون سعره حلو جدا واقتصادي، غير اللي هو المعلب. تاني حاجة لو انت هتعملي نص المقدار هتجيبي ربع كيلو بس. تمام، انما احنا هنعمل 2 سويس رول، فهنحتاج نص كيلو من دقيق الاسبونج. وهنحتاج له ايه؟ هنحتاج له معلقه خل وفانيليا سايله بتدي طعم جميل جدا، وكمان نص كوبايه ميه. وهنحتاج ايه كمان؟ هنحتاج 6 بيضات. تمام كده، البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. بصوا المقادير سهله جدا، يعني هو انت اصلا كل اللي هتجيبيه نص كيلو من دقيق الاسبونج و6 بيضات. ولو هتعملي نص المقدار هتجيبي ربع كيلو بس، عليهم 3 بيضات بس كده. وطبعا نص كوبايه الميه ومعلقه الخل، رشه الفانيليا، الحاجات دي عندك. فانت كده تكلفتك بسيطه ان شاء الله. هقولك شويه تكات مهمه عشان الاسبونج ده يطلع معاكي تحفه. اول حاجه احنا عملنا كده حفره في الدقيق ونزلنا بكل المقادير مره واحده. نزلنا بالست بيضات ونص كوبايه ميه ورشه فانيليا ومعلقه خل. تمام، بضرب بالمضرب الكهرباء على اعلى سرعه. تمام كده، نبقى متفقين ان الاسبونج بتاعنا ما ينفعش لا بالمضرب اليدوي ولا بمعلقه ولا بايدينا ولا اي حاجه، لازم مضرب كهرباء او عجان. ونضرب شويه حلوين جدا، تقريبا كده بندخل لنا على ربع ساعه في ضرب الاسبونج. ودون سر نجاحه، ان انت تضربيه كويس لحد ما توصلي للقوام ده. والله وصلتي للقوام ده يبقى انت كده تمام وماشيه في طريق النجاح. شايفه القوام تقيل جدا، بينزل من على المضرب بصعوبه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله احنا فعلا وصلنا للقوام الصح. شايفين حتى وانا بنزله من الطبق شكله، بصوا بيتطبق كده على بعضه من تقله. فانت كده لو وصلتي للقوام والشكل ده يبقى انت كده تمام خالص. بعد كده ببدأ ان انا افرده في الصينيه بتاعتي اللي احنا جهزناها مع بعض، واحاول كده باي حاجه، وابدا ان انا اسويه. هجيب مسطره او اي حاجه عندك من ادوات الكيك دي، وتبداي ان انت الاول تخبطي على الصينيه كده عشان ما يكونش فيها فراغات، وعلشان كمان يتسوى معاكي. وكمان حاولي تسوي باي حاجه السطح عشان يطلع مساوي وحلو. تعالوا بقى اقول لكم على التسويه، لان التسويه هنا بتختلف عن لو انت هتعمليها كتورتايه في صينيه عاديه. الاسبونج بتاعنا اول حاجه ان هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يعني 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. يعني لازم نتابعه وناخد بالنا منه كده، ومن ايه ما نغيبش عنه. تمام، تاني حاجه لازم درجه حراره عاليه. ايوه، هو لازم عشان ما ينشفش مننا، وعلشان يفضل هش وطري جدا وزي النايتي زي ما شفتيه كده. فلازم ما ياخدش وقت خالص في الفرن. تمام، يبقى الفرن سخن قبلها، درجه حراره 220، و10 دقايق في الفرن او 12 دقيقه مش اكتر من كده. بعد ما بيخرج لازم نغطيه بفوط، مش هنقعد بقى نرول ونعمله وهو سخن والكلام ده. لا، شوفي معايا الطريقه دي حلوه جدا. بس او اهم حاجه لازم تغطيه بفوط فوطين ولا حاجه، بحيث نفضل محافظين على الطراوه والرطوبه بتاعته عشان ما يهبطش منك. الخطوه دي حلوه جدا جدا، ان انتي تغطيه بفوط اول ما يخرج من الفرن. بصوا هنا معلش انا بجهز الكريمه كريمه خام 8 كيلو من الكريمه الخام، يعني بما يعادل كوبايه اللي هي المج الكبير سايحه، عليها كمان كوبايه من الحليب الساقع او المثلج، ورشه فانيليا، و3 معالق كبار من السكر. بس كده هو ده الكريم شانتيه. طبعا انا بفضل الكريمه الخام عن اللي هي المحلات دي، يعني الخام بترمي معاكي وجميله جدا. خلاص تمام، بصوا بقى هنا الاسبونج بتاعنا بسم الله ما شاء الله انا سبته 4 ساعات، مش اقل من كده يا جماعه. اعملوه مثلا من بالليل ووطوه واشتغلوا فيه الصبح، او زي ما قلت لك مش اقل من 4 ساعات. وبعد كده تبداي انك انت تشتغلي فيه بالشكل ده. بصوا كده طبعا تسويه الصاج بتبقى مش زي تسوية الألمونيا. يعني لما بتسوي بصراحة في صاج ألمونيا أو في صينية ألمونيا بتديكي تسوية أحلى من الصاج. بس ما شاء الله يعني هو زي الفل وطري، وأنا أصلا ما سبتوش في الفرن كتير خالص. هو بس من الصاج عمل
الحروقه البسيطه اللي تحت واتشالت بكل سهوله. تاني حاجه كمان انا بحب اقشر القشره اللي على الوش دي. بصوا كده هي بتبقى معجنه شويه وبتعمل عازل ما بين السبونج وما بين الكريمه، فانا بصراحه بحب ان انا اقشرها بالشكل ده كده. تمام، بحرف السكينه كده وبايدي ونضفتها. يعني خلاص كده تمام. بصوا بقى تعالوا نشوف هنشتغل فيه. ننضف بس حوالينا كده علشان نبدأ نشتغل تاني على الرخامة. اهم من الشغل تظبيط الشغل، صح كده؟ دلوقتي بقى انا رفعت المقاسات زي ما شفتوني كده. شفتوني وانا برفع المقاسات علشان اقسمها بالنص بالظبط. يعني مش عارفة الطريقة اشرحها لكم ازاي، بس زي ما انتوا شفتوا قسمته بالنص بالظبط بالشكل دون. واهم حاجة ان انا اجيب ورقة زبدة بقى كده جديدة وحلوة واحطها تحتيه علشان هي دي اللي هتساعدني ان انا الف الرول بتاعي. كمان من الخطوات المهمة ان انا بعمل السيرم دون سهل جدا. نص كوبايه سكر على كوبايه ميه يدوبك بيغلوا 5 دقايق على النار. بضيف لهم عصره ليمونه ورشه فانيليا في الاخر خالص قبل ما اقفل. يعني رشه الفانيليا دي في الاخر، انما عصره الليمونه في الاول. تمام، وبعد كده بسيبه يبرد واحطه في التلاجة يسقع. وبعد كده ببدا ان انا اشرب بيه السبونج بتاعي، اسقسقه كده او اسقيه يعني بالشكل ده. تمام، بعد كده حطيت طبقه من الكريمه، تكون طبقه كثيفه لحد ما طبقه كويسه. وكمان احشي بقى بنوع فاكهه، ده بيفرق قوي. يعني انا كان عندي المانجا دي في الفريزر، كنت مجهزاها كده، فبصراحه حشيت بيه. مش عايزه اقول لكم المانجا مع الكريمه او اي فاكهه تحطيها في الحشوه جوه السويس رول بجد هتفرق قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله، والله تحفه يعني. بصوا جربوا وقولوا لي رايكم في التعليقات. انا اصلا عايزه رايكم في السويس رول ده لانه بجد طالع حلو قوي، وهو فعلا دايب دوب. يعني انا مش عايزه اقول لكم يعني قطعه منه كبيره وفظيعه، تستاهل تستاهل تاكلوها بالف هنا وشفا، وتستاهل كمان لايك حلو كده من ايديكم. حطوا لايك للفيديو ويلا نكمل. بص بقى انا حطيت بعد ما لفيته، يعني حشيت السويس رول بتاعي ولفيته في ورق زبده زي ما شفنا. حطيتهم في التلاجة ساعتين بالظبط علشان ابدا ان انا اعرف اشتغل فيه. تمام، بعد ما خرجته من التلاجة بشيل من عليه ورق الزبده بالشكل ده وهبدا اجلسه بالكريمه. بصوا التزيين مفيش اسهل منه. هتشوفوا دلوقتي ازاي هزينه ومش هكلف نفسي، انا اصلا مش اشتريتش حاجه خالص. ويعني نبسط كده الامور لنفسنا، مش لازم ندفع 200 كده علشان نزين تورته. انا عامه بحب في تزيين التورته والجاتوهات السويس رول الحاجات دي كلها ازينها بحاجات بسيطه يعني ما صعبش الامور على نفسي. تمام، جلست السويس رول بتاعي بالكريمه، رجعت حطيته تاني في التلاجة نص ساعه. وبعد كده جبته بقى. بصوا شلت الاحراف بالشكل ده، شايفين الجمال؟ الله اكبر. لا وطعمه يا نهار ابيض في حته تانية، بسم الله ما شاء الله. بصوا حته الشوكولاته كده كانت عندي، سيحتها مع معلقتين زيت على بخار او حمام مائي وبس كده. بدات اعمل خطوط بالشكل دون. اول واحده عملت خطوط بالعرض، وتاني واحده عملت خطوط بالطول. وهديها كمان شكل كده، بجيب خله السنان او اي حاجه رفنعه زي كده، يعني مثلا بتاعه الشيش طاووق او خله السنان، وتبداي ان انتي تعملي بالشكل ده. ادى شكل حلو جدا. وتبقى معايا شويه كريمه صغنطاطين، عملت بيهم روزيتات كده بسيطه على واحده، والتانيه هحط عليها قطع من ده الهوهوز اللي احنا بنشتريه دون. يعني الواحده دي بصراحه كانت عندي خدتها من ولادي، كانت معاهم، وبدات قطعتها وحطيتها كده. شفتوا بقى ان انا ما جبتش اي حاجه غير اللي جبناها في الاول، وتزيين سهل. ويعني بصوا منتهى الجمال والروعه، بجد قمر قمر قمر. يعني دايب دوب ما شاء الله، جميل جدا بجد، احلى من اي حاجه تجيبوها من بره 1000 مره. شايفين القطعه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ولسه هنقطع التانية. يعني عملوا معانا قطع كتير جدا، احسبي القطعه بكام ولا هتجيبيها من بره مش هتيجي حاجه خالص في دي. ما شاء الله بجد حلوه جدا، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. بالف هنا وشفا، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش لايك للفيديو، لو اول مره تشوفوني اضغطوا على الاشتراك او سبسكرايب عشان يوصل لكم كل وصفه وكل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. وبالف هنا وشفا والسلام عليكم.